والدها لكي تتسلى به. وضع ذلك الرأس في طبق وغطي بمنديل وقدم إلى تلك اليتيمة، فقالت: إني لم أطلب طعاما ولا شرابا ولكني أريد والدي الحسين. قالوا لها: حاجتك في الطشت. فرفعت ذلك المنديل وإذا به رأس الحسين، فأهوت على ذلك الرأس وهي تقبله وتنتحب: يا أبتاه يا من خضبك بدمائك، يا أبتاه من قطع وريدك، يا أبتاه من أيتمني على صغر سني. وما زالت تنادي: أبتاه أبتاه، حتى وضعت وجهها على وجه أبيها. قال زين العابدين: عم زينب، ارفع اليتيم عن رأس والدي فلقد مات. من رأت رأس الوالي، من رأت رأس الوالي خرت وظلت تنتحب، من رأت رأس الوالي. يا حسين ريتك سالم، جابوا إلي راسك مخضوب شباب دمه ومكسرة أضراسك، من هو قطع منه خمد أنفاسك، من ضرب وجهك بالعصايا جاوب يا راس الوالي. ظنيت بويا شفتك يا بو يا ابن امي جالس وانا في حجرك، ظنيت انت سليم ما ادري حزونا